السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلاب تالتة إعدادي. معانا أولى امتحانات عام 2026 لطلبة تالتة إعدادي، وبنبدأ بالأزهر الشريف لمحافظة البحيرة. بنبدأ معانا الأسئلة جميلة، ولكن طبعا كل سؤال زي ما اتفقنا بيحب إن نكون مركز. السؤال الأول بيقول لي أكمل. بيقول لي تسلق شخص جدار ارتفاعه 5 أمتار ثم عاد إلى الأرض. يبقى الراجل ده كده طلع 5 متر لفوق، تمام، ثم سقط إلى أو عاد إلى الأرض 5 متر أخرى. لو بيسألني عن المسافة هنقوله 10 متر، ولكن هو هنا بيقول لي الإزاحة، فطبعا الإزاحة يبقى هتساوي كام يا حبايبي؟ يبقى الإجابة صفر. عدد الكروموسومات في خلية المبيض ناقص من عدد الكروموسومات في خلية البويضة. طبعا الخلية المبيض دي خلية تناسلية يعني 2N، أما البويضة فهي خالية جنسية أو أمشاج، وطبعا دي بتكون N. لو جينا للإنسان طبعا دي هنا هتبقى 46 كروموسوم، أما البويضة بتبقى 23 كروموسوم. طب أنا عايز أقول ال 46 دي تعمل قد إيه من ال 23؟ يبقى هنكتب هنا كلمة ضعف. السؤال الثاني، تكونت مادة الكون من غازين، طبعا الهيدروجين والهيليوم، ولكن لازم نقرأ السؤال للآخر. بنسبة 75 يبقى لازم نكتب هنا الأول يا حبايبي هيدروجين، لأن ممكن نلخبطك ونبدلهم. طب هنا 25% يبقى هنكتب هنا كام يا أبطال؟ ممتاز، يبقى هنكتب الهيليوم. السؤال اللي بعده مسألة جميلة. بيقول لي عند ضغط سائق سيارة على الفرامل تحركت بعجلة تناقصية. يبقى أنا أول حاجة يا حبايبي ببدأ أكتب كده آدي العجلة اللي معانا هتكون عجلة تناقصية، يبقى العجلة سالب كام؟ 5 متر كل ثانية تربيع. نرجع تاني، يبقى أنا كده كتبت المعطى الأولاني. حتى توقفت، يبقى كلمة توقفت يبقى كده معناها إن عين 2 هتساوي صفر. جميل جدا. تعال عايز إيه ده؟ بيقول لي أخدت زمن 5 ثواني، يبقى الزمن بيساوي 5 ثواني. كده أنا عرفت هو عايز إيه. بيقول لي احسب السرعة الابتدائية. طب يلا يا أبطال نكتب كده الحل. ما بعرفش أنا أتعامل مع مسألة لفظية، لازم أحولها لأرقام. طب كلنا حافظين وعارفين إن عين واحد بتساوي إيه؟ ممتاز، عين 2 ناقص العجلة في مقدار التغير في مين؟ في الزمن. تعال نعوض يا باشا. عين 2 بكام؟ بصفر، ناقص افتح قوس سالب 5 في الزمن بكام؟ ب5. طب يلا بينا يا باشا، يبقى سالب 25، وعندنا هنا صفر ناقص السالب. طبعا انت فاهم سالب مع سالب يبقى موجب، يبقى الإجابة أصبحت صفر زائد 25، يبقى الإجابة 25 متر كل إيه؟ ثانية. يبقى عين واحد، إذا عين واحد تساوي 25 متر لكل ثانية. مسألة جميلة واتكررت قبل كده. السؤال اللي بعده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. بيقول لي السرعة الفعلية لسيارة تبدو. بص يا باشا، كلمة سيارة تبدو سرعتها، يبقى أنا كده بتكلم عن دي سرعة نسبية. يبقى السرعة النسبية ب50 كيلومتر لكل ساعة. بالنسبة لمراقب، يبقى المراقب بيساوي 30 كيلومتر لكل ساعة. يبقى أنا عايز مين؟ عايز السرعة الفعلية. طب يا مستر محمد فكرني كده. بص يا غالي ركز معايا. كلنا عارفين طبعا ان السرعة النسبية في عكس الاتجاه تساوي مجموع السرعتين اللي هي السرعة الفعلية زائد سرعة مين يا باشا؟ زائد سرعة المراقب. جميل جدا. طب قال لي السرعة النسبية بكام؟ قال لك تبدو صح، يبقى ب50 تساوي السرعة الفعلية دي أنا عايزها زائد المراقب قال لي ب30. طبعا احنا كلنا عارفين لو عايز السرعة النسبية بنجمع، ولكن هو هنا جايب لي السرعة النسبية، فيا ترى كام زائد ال30 يدينا 50؟ يبقى طبعا الإجابة 20. يا ترى هو كاتبها فعلا؟ يبقى الإجابة 20. إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والسطح العاكس ب90، فإن زاوية الانعكاس تساوي طبعا صفر، لأنه هنا سقط عمودي. جميل جدا. مؤسس نظرية النجم العابر تشمبرلين ومولتون وضع جسم طوله 10 سنتي على بعد 8 سنتي من مرآة مقعرة نصف قطرها 8 سنتي. بص يا غالي، عود نفسك وتعودنا قبل كده كتير. مسألة زي دي أعمل إيه؟ أول حاجة بدور على أشوف هي مراية
ولا عدسة؟ مراية. يبقى أعمل إيه؟ هروح على طول كده زي الشاطر وأروح جايب مسطرتي الجميلة، تمام، وعامل طبعا لو في امتحاننا طبعا بوكلت هتلاقيها مرسومة لك جاهز يا غالي، وأنت بس إيه ارسم، تمام. طبعا هنروح جاي عامل لك هنا آدي محور أصلي، تمام. تاني حاجة بعد ما عرفت إنها مراية مقعرة هشوف البعد البؤري. قال لي هنا وضع ماليش دعوة بطول الجسم دلوقتي على بعد 8 سنتي، نصف القطر ب 8 سنتي، يبقى البعد البؤري بكام؟ ب 4 سنتي. يبقى أروح جاي أعمل هنا كده آدي البؤرة 4 سنتي، آدي مركز التقور كام يا حبيبي؟ 8 سنتي. وضع الجسم عند كام؟ ممتاز، قال لي عند 8 سنتي. يبقى الجسم فين يا باشا؟ ممتاز، يبقى الجسم هنا يا مستر محمد عند 8 سم. يبقى الجسم ده عند مركز التقور. طب مين شاطر فاكر لما الجسم يبقى عند مركز التقور ايه اللي بيحصل يا ابطال؟ طبعا مسطرتك بقى عشان احنا مستعجلين النهارده، تمام، عشان معانا امتحانات كتيره قوي. طب يلا يا مستر، ده مين؟ ده الشعاع الاول. الشعاع التاني، ها طبعا الناس فاكره هنعمل ايه؟ يبقى هيجي هنا كده، برافو عليك، من البورة طبعا بالمسطره الجميله، تمام. هيحصل ايه يا مستر محمد؟ ممتاز، هتتكون الصوره عند مركز التقور. طبعا بتظبط القصه دي كلها هتلاقي الدنيا سهله معاك. طبعا ما تنساش الاسهم. طب هنا عايز خوصها، يبقى حقيقيه مقلوبه مساويه. وممكن اسالك كمان طول الصوره كام؟ طبعا دي 10 سنتي الجسم، يبقى الصوره كام يا شباب وهي شطار؟ 10 سنتي ايضا. طبعا مساله جميله. طيب يبقى الخواص حقيقيه مقلوبه مساويه. السؤال الثالث بيقول لي اكتب المصطلح العلمي. بيقول لي ايه؟ المسافه الكليه التي يقطعها الجسم المتحرك مقسوما على الزمن الكلي. طبعا ده كده يبقى اسمها السرعه المتوسطه. انقسام الخلايا التناسلية 4 خلايا جنسية وكل منها N أو نصف عدد الكروموسومات. طبعا ده يبقى اسمه انقسام ميوزي. الخط المستقيم الواصل بين مركز التقور المرآة وقطبها. طبعا ده كده محور أصلي. طيب يستخدم لعلاج طول النظر عدسة نظارات عدستها محدبة. طب العدسة المحدبة نكتب كده لتجميع الأشعة قبل دخولها على العين، ثم بقى تتجمع مرة أخرى على الشبكية. يبقى عشان تجمع الأشعة قبل دخولها على العين وبعد كده تتجمع مرة أخرى على الشبكية. يعتبر التكاثر الجنسي مصدرا للتغير في التركيب الوراثي. طبعا ده سؤال يا جماعة لازم يجي. بص، لو أنا عملت سؤال واحد بس لامتحانك يبقى هو ده السؤال. شفت بقى ازاي مصر؟ هو انا قلت لك لازم، سواء جه في حلل ماذا يحدث، اخطر، ارسم اي رسمه. ايه طبعا هنا هقول عندي اجابتين. اول اجابه كلنا عارفينها لحدوث ظاهره العبور في الطور التمهيدي الاول. جميل جدا. طب انا يا مصر عايز اكتب حاجه تانية، اكتب يا غالي. طالب تاني هيقول لي مثلا لانه ينتج عن فردين مختلفين، إحداهما مذكر والآخر إيه؟ مؤنث. أنت طالب شاطر طبعا. السؤال اللي بعده بيقول لي، أنا ملاحظ إن الامتحان برضو فيه أسئلة كتيرة متكررة، تمام. يعني السؤال اللي في أكمل اللي هو بيتكلم عن الخلايا التناسلية أو المبيض وبعد كده اتكلم عن البويضة، هو يعتبر هنا جايب برضو جزئية عن الانقسام الميوزي، تمام. عندنا برضو الجزئية بتاعة التغير في التركيب الوراثية. بادئ هنا اهوت بأول سؤال تحدث ظاهرة العبور طبعا الوراثي في الانقسام الميوزي في الطور. طبعا هنكتب هنا يا شطار تمهيدي أول. طبعا أنا لسه قايلك من شوية لو مفيش سؤال، هو لو في سؤال واحد بس في الامتحان هيبقى هو ده إيه السؤال. طبعا هو هنا جايب لي جزئين منه اللي هو خاص بجزئية ظاهرة العبور. طيب يتم التكاثر في الفترة الخميرة لا جنسيا طبعا بالتبرع. ممتاز، يبقى بالتبرع. السؤال اللي بعده، الصورة المتكونة خلف المرآة المحدبة دائما تقديرية طبعا معتدلة. ممتاز، مصغرة. متى تكون القيم الآتية مساوية للصفر؟ بيقول لي السرعة النسبية للجسم تساوي صفر. طبعا السرعة النسبية يا شطار عندما يكون ممتاز هنقوله يسير الجسم في نفس الاتجاه وإيه تاني يا مستر وبنفس السرعة، تبقى السرعة النسبية طبعا بتساوي صفر.
طبعا هنا مكرر برضو السرعة النسبية في متى يحدث، وجايبها برضو كمسألة فوق في أخطاء. طب العجلة اللي بيتحرك بها الجسم بتساوي صفر. طبعا العجلة طالب هيقول لي عندما يتحرك بسرعة منتظمة. انت شاطر. طالب تاني هيقول لي عين واحد تساوي عين اتنين. انت ممتاز. طالب تاني هيقول لي عندما لا تتغير السرعة بمرور الزمن. برافو عليك، كل دي إجابات صح. امتى الإزاحة تساوي صفر؟ طبعا الإزاحة هنكتب هنا كده سؤال رقم 3: عندما يعود الجسم لنفس نقطة البداية. تمام. 4: امتى زاوية السقوط تساوي صفر؟ طبعا عندما، برضو السؤال بيتكرر تاني، عندما يسقط، ها مين يقول يا شطار؟ عندما يسقط الشعاع عمودي على مرآة مستوية. طب طالب تاني شاطر شوية يقول لي يا مصر ممكن أقول حاجة كمان؟ قول يا غالي. عندما يمر الشعاع بمركز إيه؟ بمركز أو يسقط بمركز التقوّم. طبعًا بيرتد على نفسه تاني، لأن زاوية سكوت زاوية انعكاس تساوي إيه؟ صفر. برافو، كل دي يا جماعة أسئلة جميلة. نراجع أسئلتنا. إن شاء الله كل التوفيق لكل أحبابي في الأزهر في المدارس العام. ربنا يوفقكم جميعًا يا رب، وإن شاء الله كلنا نجيب درجات نهائية. وادعوا لنا دعوة حلوة كده جميلة منكم، وربنا يتقبلها يا رب، وأنا كمان هادعي لكم إن ربنا يوفقكم. كنتم مع أستاذ محمد عسل، معلم العلوم والأحياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي استفسار تقدر تبعت لنا كومنتات على الواتساب في أي مكان. قابلني في الشارع مستر السؤال ده، صدقني هقف وأجاوبك. طبعا أتمنى لكم كل خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.